تاريخ 10/10/2015 هيثم عرابي تم اقالته او استقال ليه من النادي الاهلي، هتقول لي ما اعرفش. لو جيت قارنته بالناس اللي بعده والناس اللي عملت صفقات بعديه، نجحت ولا ما نجحتش؟ هتقول لي ما نجحتش. هتقول لي تتمنى هيثم عرابي يرجع، وهقول لك هيثم عرابي يرجع، هتقول لي اتمنى ان هيثم عرابي يرجع. امبارح احمد القندوسي بيأكد على كلام ناس كتيرة السنة دي اتقالت في الانتقالات دي، ان النادي الاهلي بيتعمد ان هو يدخل وكلاء بعينهم وباساميهم، ناس محددة هي اللي تخش تخلص الصفقات، وده اللي بيخلي صفقات كتيرة تفشل، لان في ناس كتيرة بتقول لك انا مش حابب اتعامل غير مع الوكيل بتاعي. وده اللي قاله قندوسي امبارح في صفقة زين الدين بالعيد. بعد 9 سنين كاملين حق هيثم عرابي بيرجع، مش بهيثم عرابي يطلع يدافع عن نفسه. بالناس كتيرة بتطلع تتكلم عنه وبتقول ان الراجل ده اتظلم بس بطريقة غير مباشرة.